الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد. بصوا، هو أنا كده النهاردة جاي لكم كده فيديو سريع. أنا هقول لكم يعني أنا المرة اللي فاتت عملت معاكم أوضة الأطفال، لكن المرة دي أوضتي أنا بقى متبهدلة، أوضة النوم متبهدلة خالص. ما كان حاجات لما بغير ليونس بالليل. لسه بديله دش في الأوضة، بملاله الطبق ده بقعده فيه. انا شلت المفارش اللي كانت على السراحه والحاجات دي، فتحت المفارش، بصوا التراب والدنيا. فانا النهارده كده جايه لكم فيديو، شلت كل السجاد اللي في البيت كله، فرش حاجات خفيفه خالص. الجو عندي عشان في السابع حر جدا. وكمان بقى خلاص قربنا على العيد وكده، فقلنا نشيلوا السجاد بقى ونظبط الدنيا كده. طلعت الصيفي وظبطت الشتوي برضو، رصيت الدواليب. كنت عايزه اشيل الستاره دي، بس صراحه ما قدرتش ان انا اقف وانزلها، فقلت قدام شويه كده لسه برضو لما نشيلوا ستاير البيت كلها انا اشيلهم معايا واغسلهم. هنا بقى زي ما بقول لكم ظبطت كده الدواليب، طلعت الصيفي والشتوي رصيته. حتى دولابي انا من ناحيتي برضو ظبطت الدنيا كده. هنغير بقى السرير مع بعض. هغير ملاية السرير، همسح الارض، هعطر الجو مش اكتر. يعني انا ما كترتش خالص، بس انا للاسف كان نفسي اصور معاكم الفيديو كامل انا اوريكم انا عملت ايه، بس للاسف يونس تعبان مني، فان انا عايزه انجز وقت غصب عني الايام دي خالص، ان انا مش عارفه انزل معاكم حاجه. هنا بقى كده بصوا، فرشت حاجه كده زي مشايه بسيطه كده في الارض، والمشايتين الصغيرين برضو من قدام السرير. غيرت الكياس بتاعه البساكت زي ما قلت لكم. الستاير معرفتش اشيلها مؤقتا، مسحت السراحه وشلت كل اللي كان موجود على السراحه، ما فرشتش مفارش دلوقتي خالص. هنا بقى كده نهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، معلش ان هو بسيط وصغير، بس سامحوني الايام دي. اشوفكم في فيديو جديد، واستني منه الايام الجايه فيديوهات حلوه جدا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.